قم برش القهوة على الماء المغلي وشاهدي النتيجة. هاد الوصفة هذه رائعة جدا وغادي تصدمكم. غادي نحتاجوا واحد الكاسرونة وغادي نضيفوا فيها كاس من الماء المغلي كما تشاهدون، وكذلك غادي نحتاجوا واحد الملعقتين من القهوة كما كتشوفوا. غادي نضيفوا واحد الملعقتين وغادي نقوموا بتحريك الخليط. صدقوني ان هاد الوصفة غادي تصدمكم والنتيجة غادي تبان من اول استعمال، وغادي يحتاجوها الرجال والنساء. وضروري ضروري ضروري تشاهدوا الفيديو النهاية، لان باقي واحد المكون اللي مهم في نهاية الفيديو هو اللي غنضيفوه، وهو اللي غادي يكمل لنا هاد الوصفة ديالنا وغادي يعطي واحد النتيجة اللي غادي تبهركم وتبهر حتى الناس اللي قراب لكم وتعانيوا من هذا المشكل اللي كيعانيوا صراحه منه بزاف ديال الناس تعانيوا من هذا المشكل. غادي نضيفوا كذلك واحد ملعقتين ديال بيكربونات الصوديوم كما كتشوفوا، وغادي نحتاجوا كذلك واحد الملعقتين من الخل. ثقوا فيا ان هذه الوصفه نتائجها فوريه. ولكن قبل ما نكمل الفيديو بغيتكم تعطيوني الصلاه والسلام على رسول الله في التعليقات، وتكتبوا لنا من اين بلاد كتابعونا، وتبارطاجيو الفيديو وتحفظوه باش تستافدوا. من بعد كنشدوا واحد الزلافه وكنضيفوا فيها الوصفه ديالنا، وصراحه تيقوني انكم غادي تصدموا في النتيجه. خصوص هذا المكون اللي غادي نضيفوه هو اللي غادي يكون خاتمه هذه الوصفه هذه، اللي هو اي شامبوان عندك في الدار غادي تجيبيه وغادي تضيفيه للوصفه ديالنا باش غادي يكملوا المكونات ديالنا. راه الا كنتي كتعاني من تساقط ديال الشعر في اي بلاصه عندك، غير جربي هذه الوصفه وصوري شعرك قبل واستعمليها لمده ديال اسبوع، وعاودي صوري نفس المكان وردي عليا. كنتحداك انك ما تلقايش النتيجه اللي غادي تصدمك، لان الوصفه صراحه راه رائعه. ومكونات هذه الوصفه راه طبيعيه وكتجمع بين قوه القهوه اللي كتعطي لمعان وكثافه لا تقاوم، والخل اللي كينظف فروه الراس من الدهون الزائده والشوائب، وبيكربونات الصوديوم اللي كتلعب دور المقشر الطبيعي وكتخلي المسام كيتنفس مزيان، ومع الماء المغلي كتحرر كل الفوائد وتتنشط لنا الدوره الدمويه في الفروه ديال الراس. اما الشامبو فهو كيساعد في توزيع المكونات بشكل متجانس وكيسهل الغسل بلا ما يخلي اي اثر. هذه الخلطه كتعاون على منع تساقط الشعر وتقويته من الجذور، وكتخلي الفروه ديالنا نقيه ومنتعشه، وكتساهم في تحفيز نمو الشعر الجديد بطريقه طبيعيه، وكتعطيه لمعان طبيعي ورائحه زوينه بزاف. وحتى الناس اللي كيعانيوا من القشره راه غادي يلاحظوا الفرق من اول استعمال، حيتاش القهوه والخل كيتكافلوا او يعني كيتجامعوا مع بعضياتهم باش يحيدوا لنا الخلايا الميته وكينظفوا الجلد بعمق، والنتيجه عندكم واحد الشعر اللي هو ناعم قوي وكيتنفس حياه جديده. نتمنى يعجبكم الفيديو، تبارطاجيو